قوم يا ابني منك ليه اضرب تعظيم سلام لعمك الزمالك، عم امام الدوري المصري وعم امام افريقيا. اضرب تعظيم سلام غصب عنك. الزمالك متصدر الدوري المصري لحد دلوقتي، الزمالك مدلعنا. الزمالك لازم يحرق اعصابنا كده ويموتها حرفيا عشان يكسب. ما ينفعش مكسب يجي بسهولة يا جدعان. طول الماتش قاعدين بنعاني حرفيا من الزمالك، بس الزمالك في الاخر بيفرحنا. الزمالك برجالته وبروح اللعيبة اللي موجودة وبالجمهور العظيم ده يفوز على المصري 4-1. الزمالك اخر ربع ساعة ممتع حرفيا. الزمالك طول الماتش بيحاول، بس احنا كان عندنا غلطة بسيطة ان احنا ما بنضغطش. اولا كده صلي لي على النبي واخبط لايك محترم. انا عايز الفيديو ده يوصل 5000 لايك على الاقل. يلا بينا يلا بينا. الزمالك بيبدع، الزمالك يمتع، الزمالك يحرق اعصابنا. الزمالك كان مبهدلنا حرفيا. يعني احنا كجمهور زمالك قاعدين، يعني انا الله يكون في عون الجمهور اللي في المدرج. انا كنت رايح المدرج بس مشكلتي عشان دراعي مكسور للاسف. كنت رايح المدرج، الله يكون في عون الجمهور اللي في المدرج، عامل عظمه اقسم بالله. والزمالك لازم يحرق دمنا. مفيش فوز يجي سهل كده، مفيش فوز يعدي سهل كده معانا. بس الحمد لله على المكسب، يعني الحمد لله. احنا عندنا غلطه بسيطه بس ان احنا ما كناش بنضغط من اول الماتش. احنا اول ما ضغطنا بدانا نغلط المصري مش في احسن حالاته. انت لو ضغطت عليه بيلعب ب3 ورا، لو ضغطت عليه كويس انت هتغلطه. المصري كده كده بادئ وحش، يعني المصري بادئ وحش. انت بتغلطه، كنت بتفوقه لما انت اللي بتغلط وما بتضغطش. الغلطه كانت عندنا ان احنا ما ضغطناش من الاول. الزمالك يفوز، الزمالك في الصداره، الزمالك اول الدوري بامكانياته الضعيفه وسط المنافسه الجباره مع الاهلي وبيراميدز اصحاب المليارات. الزمالك اول الدوري عن جداره واستحقاق. رونالدو الظاهره ما يلزمنيش، انا عندي الاسطوره ناصر منسي. الاسطوره ناصر منسي غصب عن اي حد اسطوره. عندك حد بيعمل اللي بيعمله ناصر منسي ده؟ عندك حد بيعمل اللي بيعمله؟ جايب لعيبه بمليارات وجايب لي ده ب 160 مليون وده مش عارف بكام. عندك حد بيعمل ربع اللي بيعمله ناصر منسي وترجع تقول لي مش اسطوره؟ مع احترامي للكابتن الخطيب اللي بتقول عليه اسطوره، مع احترامي ليه يعني، هو كان لعيب كبير جدا وبتقولوا اسطوره. انا عندي ناصر منسي اسطوره برضه لو احنا ماشيين بالنطاق ده. يعني انا الكابتن الخطيب ما عملش حاجه تذكر برضه، فانا عندي ناصر منسي لسه في بدايته وبيعمل تاريخ. والله العظيم ناصر منسي لسه في بدايته وبيعمل تاريخ على قد امكانياته. يعني هو مش لعيب اللي هو الموهوب الواو، يعني ناصر منسي على قد امكانياته. خوان بزيرة اقسم بالله عالمي، والله العظيم خوان بزيرة عالمي. واحمد فتوح اكتشاف في المكان الجديد. احمد فتوح مش باك شمال وبس، يلعب في نص الملعب ويلعب وينج ويلعب صانع العاب. احمد فتوح عالمي، والله العظيم عالمي. انت شفت لما لعب على لامين يامال عمل ايه؟ لامين يامال اللي هو اهم وينج في العالم حاليا، شفت عمل معاه ايه؟ كلفته حرفيا، حطه في جيبه لحد اخر الماتش. احمد فتوح جامد قوي جامد قوي. كان عندنا مشكله بس في بدايه الماتش مع الضغط نص الملعب كنا بنلعب باحمد ربيع وعبد الله السعيد. واحمد ربيع انا شايفه يلعب 8 ما يلعبش 6. عبد الله اللي كان بيلعب له 6، وعبد الله كان بيغطي مكان الوينج اللي هو كان المفروض فتوح، لان كان في تبادل بين الادوار بين عدي الدباغ واحمد فتوح. الحمد لله على المكسب، انا مش عايز اكتر من كده. الحمد لله على المكسب، واحنا عندنا لعيبه رجاله في الملعب. الحمد لله ربنا كرمنا بالمكسب 4-1. ما كنتش اتخيلها، يعني انا قلت الماتش صعب قوي، هيخلص تعادل يا 1-0 لينا يا 2-1 كده، لكن الماتش يخلص بالسهوله دي في اخر ربع ساعه. الحمد لله، ده فضل ونعمه من ربنا، فضل ونعمه من ربنا. البدايه مبشره، الدوري باذن الله زملكاوي. يعني انا حاليا بنافس الاهلي اللي هو ما عندوش حاجه اصلا، طالع بموسم صفري، ما عندوش حاجه غير الدوري. الاهلي قاعد لاجئ للدوري حرفيا. انت لو خدت ال5 ماتشات الجايين انت بطل الدوري رسمي. مالكش دعوه بقى باهلي، مالكش دعوه ببيراميدز. اكسب ال5 ماتشات ايا كان مين اللي هيقابلك، اذا كان الاهلي او بيراميدز تقدر تكسبهم. على فكره والله العظيم تقدر تكسبهم. اللعيبه اللي عندك دي رجاله، اللعيبه دي مش بتلعب للفلوس، اللعيبه دي بتلعب للجمهور والكيان. الجمهور اللي بيموت نفسه في الملعب ده، واللعيبه نفسها بتموت نفسها في الملعب. الجمهور بيعمل عظمه في المدرج اقسم بالله. واللعيبه لعيبه رجاله وعندها روح اقسم بالله. اللعيبه مش الامكانيات الجامده، يعني احنا ما عندناش كواليتي عالي قوي، بس اللعيبه بتعمل اللي عليها. اللعيبه على قلب واحد اقسم بالله يا جدعان. الزمالك لازم يتضرب له تعظيم سلام من الكل على الوضع اللي هو فيه.
والمشاكل اللي عنده والظروف اللي عنده، مفيش فلوس، الكتمنس عارفه اللي هو عندك كتير منه ده، عندك بحر فلوس حرفيا. الزمالك ما عندوش اصلا وما عندوش لعيبه. الزمالك اول الدوري وبينافس في الكونفدراليه، والاقرب للفوز بالكونفدراليه والاقرب للفوز بالدوري بكل كم المشاكل دي. انت متخيل؟ الزمالك هو الزمالك، شئت ام ابيت الزمالك هو الزمالك، غصب عن اي حد هيفضل الزمالك. الزمالك رقم واحد متصدر، لا تكلمني.